برشلونه اون فاير، ورافينيا في البيك بتاعه وعامل موسم خرافي، واللعيبه كلها بصراحه مأديه اداء عظيم مع فليك. ونفس الكلام رونالدو كل مدى بيثبت لنا ان السن ده مجرد رقم بالنسبه له يا جدع. بجد والله، هو حابب ان هو يقفل اللعبه ويجيب ال1000 جون رسمي. فربنا يا عم يقويه، وبجد بجد انا من عشاق رونالدو ومن عشاق ميسي، فالاتنين دول مش هيتعوضوا. الموضوع اللي منتشر في مصر دلوقتي موضوع السوس الاردنيه، وان هي فجاه ظهرت بالشكل الكروي اللي انت شايفه ده، فالناس استغربت الفانز بتوعها. ايه نظام التغذيه اللي انت عملتيه في يوم وليله عشان تتحولي من البني ادمه العاديه الطبيعيه لبني ادمه كوره؟ فالناس يعني فانزاتها قلقوا، فيعرفوا طبيعي ان هي بتاخد كورتيزون. فالناس طلع خالد تنصحها وتقول لها بلاش، وده هيؤدي مع الوقت بحاجات سلبيه لجسمك ولشكلك وهتاثر عليكي، فبلاش تعملي كده، بلاش تاخدي كورتيزون. الناس بسيطه، الناس بيحبوها وبسيطه، وعايزين ان هم ينصحوها لوجه الله. تسكت؟ لا. مع ان انت لو جيت تكتشف قصه سوزي من الاول والله العظيم، هي فعلا تيجي مع الهبل دبل، تطلع تشتم ابوها فالناس كلها تهاجمها، فالراي العام يرفع عليها قضيه، فكلنا نتعاطف عليها ونقول ده عيله هبله ما كانتش واخده بالها، والكلام الجميل ده كله. وبعد ما تطلع من القضيه والحوار ده تخش في موضوع طارق المؤذي، وكلنا ندعي على طارق وان هو قد ايه شخص وحش، وكان بيطفي سجاير مش عارف فين، وقد ايه ان البني ادم ده كان بيستغلها، فربنا يبعده عنها. وتعاطفنا معاها في موضوع طارق، تيجي بعد كده ما تخافش من العربية، خاف من خلفتها، اللي هو موني. ما تخافش لما تزعل سوزي، خاف لما موني يعرف. وشغل هبل في الجبل، والناس كلها كانت مستحملاهم يعني، كده مستحملاهم بالضليل. وراحت تركيا وتصورت، والله يرزقها ويزيدها، والله انا مش معترض على حته الارزاق، انا معترض على حته ان هي طالعه بشكل وحش تكلم جمهورها، اللي هو اشرب سم مهاري، اعمل اللي عمله محدش ليه فيه، محدش بيجيب لي حق يا ماما في ايه؟ لا هم بيجيبوا لك يا ماما، لا هم اللي عملوكي، هم اللي خلوكي تتعرفي، لا لولا هم عليكي انت ما كانش حد هيعرفك، ما كانش حد هيقول مين دي اصلا. بجد والله. فانت المفروض تتعاملي مع جمهورك وفانسك بشكل محترم شويه، يعني ده لو سمحت يا فنان. اما انت بقى بتبحث انك تبقي في شله او عجله، يعني مش عارف مين اللي فاهمك ان الجمال انك تبقي في شله، بس الله يسامحه يعني. إيه، ده حاجه ترجع لك انك تظهري مع هدى المفتي، وده حاجه من عجائب الدنيا التامنه، والبنت قد ايه كانت بسيطه معاكي وجميله معاكي. إيه، اتعلمي منها حاجه، اتعلمي منها التواضع. ما تبينيش بقى الجزء بتاع ايه الجعان لما يشبع في فيديوهاتك، عيب، عيب ما يصحش. ويا جماعه والله انا بتكلم بشكل عقلاني وصريح معاكم جدا، اللي هو ليه احنا اللي عملنا للناس دي قيمه، فليه بقى؟ فما تزعلش، ما تزعلش لما تلاقي واحده زي ديت من يوم وليله كده تتنك على جمهورها وتتعالى عليهم. والله يسامحهم، والله بجد الله يسامحهم ويسامحكم. انتوا اللي خليتوا الناس دي لها فانزات، الناس دي بقت مفروضه علينا ان احنا نشوفها. والله انا شايفها بالصدفه وشوف الفيديو بالصدفه، بس اتضايقت لكم. وربنا يسامحنا ويسامحكم، وفي الاول وفي الاخر انا ده كان رايي، ان هو تواضعي يا سوزي بعد اذنك عشان انت يعني ربنا يسامحك، بس كده.